إذا سمعت صوتها عذبا رنانا مخترقا حاجب الظلام أو متسللا من بين الحقول والأشجار لا تذهب. هذه الحسناء التي تطلب مساعدتك، فلا تشغل بالك ما الذي أتى بها إلى الصحراء وماذا تفعل في الظلام وحدها، أو حتى إن أشارت لك بيديها على شاطئ البحيرة أو الترعة منادية باسمك، ابتعد فورا، ابتعد ولا تنظر وراءك، فكل الذين أضاعوا الوقت في الأسئلة لم يعيشوا ليعرفوا الإجابة. والآن خذ نفسا عميقا وتابع الفيديو لتعرف حكاية النساء اللاتي يقتلن الرجال ويختفين. النداهة. في ريف مصر يعرفها الجميع، ويزعم بعضهم أنه رآها، في حين تحكي عنها الجدات وتخيف الأمهات بها الأطفال. أسطورة عن امرأة تسعى لغواية الرجال حتى تتمكن منهم، حين تظهر النداهة في الليالي المظلمة على شواطئ الترع أو بين الزراعات في الحقول، وتنادي باسم رجل من رجال القرية فيتبعها مسحورا ليجدوه في الصباح مقتولا، وغالبا ما يكون غريقا. وأحيانا يقتصر ضرر النداهة على الجنون أو الهلاوس، فيعيش الرجل بعد نداء النداهة كالمجانين. وتقول الأسطورة إن نقطة ضعف النداهة هو رش الملح على وجهها مع ذكر الله وعدم الإصغاء إليها. فهل سمعت من ينادي باسمك من قبل في ليلة مظلمة؟ المرأة الفاتنة ما هي إلا عجوز شمطاء متهدلة الجلد لها قدم جمل أو ماعز، إلا أنها جنية بارعة في الظهور على هيئات مختلفة لتغوي الرجال وتستدرجهم لكي تقتلهم وتتغذى عليهم. إلا أن أهل المغرب عرفوا سرها، فهي تخاف من النار ولا تستطيع أن تغير هيئة قدميها. ففي الأسطورة أن رجالا مسافرين أوقفتهم عيش قنديشة لتستدرجهم وتقتلهم، لاحظوا أن لها قدم جمل فحرقوا عمائمهم فأصابها الرعب وهربت في الظلام. كثيرون من تتبعوا سيرتها وحاولوا معرفة أصل الأسطورة وسبب قوة حضورها في بلاد المغرب، كل خرج بحكايته، إلا أنهم اتفقوا على أنها جنية تستدرج الرجال، واعتبروا أن اسمها وحده نذير شؤم ولعنة، فيكفي الأجواء فزعا ورعبا أن تذكر عيش قنديشة. أكمل الفيديو مع جوك، حيث المعرفة متعة. أم الصبيان. وفي الخليج تتعدد أسماء المرأة ذاتها بين أم الصبيان والغولة وأم الدويس وأم الغيلان، تسعى دائما لغواية الرجال لتتزوجهم ثم تقتلهم، ومن يرفض الزواج منها تعذبه وتأكله أو تلقيه لكائنات وحشية أخرى من العائلة نفسها. تظهر دائما في الصحراء البعيدة ليلا على هيئة امرأة جميلة، وتطلب من المسافرين والعابرين المساعدة أو بعض الماء. لا ينجيك منها إلا الهرب وعدم النظر في وجهها، فهي ليست بتلك المرأة التي تراها طاغية الحسن والجمال، وذلك الصوت الناعم المتذلل ليس إلا فخ لرجل تخلى عن حذره وتبع شهوته، ولم يعرف أنها أم الصبيان. شاركنا تجربتك في حكايات مخيفة عشتها أو سمعت عنها، وتابعنا في فيديوهات أخرى على جوك، حيث المعرفة متعة.